السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أذواق معلومات ونصائح. يا رب دائما ألقاكم بصحة وعافية. موضوع إن شاء الله اليوم موضوع مهم جدا. كنطلب منكم أنكم تتبعوا الفيديو حتى الآخر. صراحة موضوع جد جد هام. غنتكلم لكم فيه على النصائح اللي غادي يعني نتجنبوا التسمم الغذائي خاصة في فصل الصيف وفي فصل الحر. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي اهم حاجه اللي نركزوا عليها اللي هي غسل اليدين. ضروري كنغسل يدينا بالماء والصابون قبل اعداد الطعام قبل ما نتناولوه. يعني ولا بدا يكون عندنا في المنزل ديالنا الخل والملح ضروري في الدار. هادو كنغسلوا بهم الخضر الفواكه. كينظفوا سطح العمل، يعني ضروري يكون عندنا حتى داك اللوح اللي كنقطعوا عليه. خاص يكون عندنا متنوع باش ننظفوه بالخل والملح والحامض. وورق الالومنيوم ضروري يكون عندنا كنخزنوا فيه التغذيه اللي بارده. ونجيو للفواكه الصيفيه. صراحه الان كاين انواع ديال الفواكه الصيفيه خاصه البطيخ الاحمر التلاح انواع البطيخ. هنا غنشريو الحاجه اللي يمكن تناولوها. وصراحه واحد النصيحه مهمه ما نحتفظوش كاع بالبطيخ الاحمر اللي يدلح في الثلاجه واحد المده طويله كيمشي ليه المذاق اللون كل شيء. احسن حاجه الا قطعنا ديك التلاحه نحاول نتناولوها في اليوم او اليوم التالي. لان كتعرض يعني واحد السرعه للتسمم الا ما غطيناهاش. وحتى لو بغينا نحتفظوا بداك النصف او الجزء اللي بقى لينا نغطيه بواحد ورق الطهي ورق الالومنيوم ونديروا عليه واحد الثوب. ونحتفظوا به في واحد المكان اللي كيكون بعيد على الخضر في الثلاجه وبعيد على لان كتشم الرائحه. لان اصلا الخضر ما خصنا نحتفظوا بها في الثلاجه مده طويله. وخاص هاد الفواكه تغسل بالماء والملح والخل. يعني نرقدوها ونغسلوها مزيان لان كتكون فيها مبيدات. تكون مهم لان شنو هي التسممات راه هي البكتيريا الفيروسات الطفيليات. ايضا نجي العلب بلاستيكيه يجيو نختاروها بواحد العنايه تكون نوعيه جيده. لازمنا شويه الفلوس كنزيدو نكسبوا غير صحتنا. تكون زجاجيه احسن اولا من الطين. يعني تكون علب بلاستيكيه اللي اخترناها تكون مزيانه ونحتفظوا بها في تغذيه تكون بارده. ما نديروش فيها الحاجه سخونه نهائيا. صراحه ما نديروش فيها حتى لو طيبنا شي حاجه سخونه نخليوها تتبرد ونوضعوها فيها. نجي ايضا العصائر احسن حاجه ما نحتفظوش بها. كي عصرنا العصير ولا داك السموتي ولا كي عصرناه نشربوه. ما نحتفظوش به لان كتمشي فيه كل شيء. وبالنسبه الخبز لا بغينا نحتفظ في الثلاجه ما كاينش مشكل ولكن بشرط يكون بارد. ما نديروش سخون ونحتفظوا به في الثلاجه. نحتفظوا به بارد وما نطولوش المده. اي حاجه ما نطولوش المده. نجيو للمقليات. نبعدوا على المقليات. احسن حاجه نديروها في الفران بحال مثلا بطاطا. بلا ما نقليوها نشدوها نديروا لها نحكوا عليها الثوم زيت زيتون نديروا لها التوابل الزعتر ونديروها في واحد الصينيه وندخلوها للفران. كتجي ممتازه. قطعناها رقيقه او لا غليظه بحال. نحاولوا نبعدوا من المقليات. وهذوك المقليات الا خرجناهم معنا ودرنا في علب بلاستيكيه راه التسمم بعينه. ايضا يكون عندنا الا كنا درنا مثلا ديك البطاطا في الفران نخليوها حتى تبرد ونديروها في ورق الالومنيوم. ونجيو لاهم حاجه اللي كنشوف عند الناس شائعه بزاف. كيقطعوا البصله وكيحتفظوا بها يعني يومين 3 ايام 4 ايام في الثلاجه او لا. صراحه ترى التسمم هذا بعينه. نمشيو نهار نشريو البصله نشريو فيها الصغيره المتوسطه الكبيره. انا هذا الشيء كنعملو. يعني ما نشريوش بصله كبيره وحنا باغينا واحد القطعه ونخليو داك الربع ولا النصف ولا نحتفظوا به. راه التسمم بعينه هادشي راه كينصحوا به الاطباء والاختصاصيين. ونجيو للتوابل. التوابل دائما انا كنصحكم اشريوها كيف كينصحونا كاع نشريوها ونجيبو نطحنوها في الدار. حتى الا كان مثلا داك عود ديال الكركم الخرقوم عواد نوقفوا عليه نقيو ونوقفوا عليه حتى يطحنوه. ولكن الاخرين نجيو نطحنوهم ونغربلوهم في الدار. راه حتى هما يمكن تعرضوا للتسمم من خلالهم وانتم راه عارفين شنو دوك النوع اللي كيغشوا شنو كيديروا فيهم. ونجيو عاوتاني الالبان هذه خصني نركزوا عليها مزيان لان هنا كتعرض بزاف للتسممات. علاش كنخليوها برا نخليو الفرماج فوق الطاوله نخليو اللبن ما مسدوداش القرعه ديالو نخليو الزبده. هنا كتعرض للبكتيريا كتعرض لواحد يعني دغيا الانسان يقدر يتسمم لا قدر الله. الثلاجه كلشي نديرو في الثلاجه ونغطيوه.
واهم حاجه نجيو نركزوا عليها الاسماك. حنا الا بغينا نختاروا الاسماك نختاروا الا كانت غاليه نختاروها كميه قليله ولكن تكون طريه، كتعرفوا ان نضغطوا عليها تكون يعني ما يدخلش لنا الصبع فيها، ان كتكون هذيك راه صافي قديمه. نحاولوا يعني راه كيبان من المنظر ديالها واش طريه. واهم حاجه نختاروا الكميه تكون قليله وما نطولوهاش في الثلاجه. الحاجه اللي نستافدوا منها في واحد الوقت. ايضا نجيو اللحوم ما نشريوهاش بكثره وما نحتفظوش بها في الثلاجه مده طويله، راه كيمشي فيها اللون، يمشي فيها المذاق، يمشي فيها كل شيء. ونركزوا على الكفته اللحم المفروم. صراحه راه كتعرض للتسمم بواحد الشكل كبير، احتفظنا بها واحد المده طويله. احسن حاجه كنا نطحنوا داك الكفته ولا نشريوها مطحونه نستعملوها، ما نحتفظوش بها مده طويله في الثلاجه، راه صراحه كتعرض للتسمم. هادشي راه كينصحوا به الاطباء وكنقراو عليه. اللحم المفروم ما نخليوش كاع صراحه الا جيتو عليا انا ما يباتش كاع في الثلاجه، ناكلوه ديك الساعه. ونجيو لاهم حاجه اللي هي الثلاجه خاصنا ننظفوها بالماء والخل. آه، يعني كل مده ديال 10 ايام ولا سيمانه ننظفوها ونرتبوها، لان هي اللي غنوضعوا في هذيك التغذيه ديالنا او نوضعوا في هذاك الغذاء والخضار الفواكه. واهم حاجه ما نبقاوش نعمروا الثلاجه بالخضار والفواكه، نديروا الحاجه اللي يمكن نستعملوها وناكلوها، لان ديك الخضار والفواكه ملي كتكون في الثلاجه بكثره راه كيمشي فيها كلشي، داك البروتين كيمشي فيها كاع الحاجه المهمه فيها كتمشي فيها. والترتيب اهم حاجه، ويكون واحد الاقتصاد وما يكونش واحد الافراط. ما يكونش واحد الافراط. الحاجه اللي غيمكن نستعملوها هي اللي نشريوها، ما نشريوش بالكثره. الحمد لله الخير موجود. وداك التنظيم يعني ما نخلطوش اللحم مع الدجاج ونخلطوا الحوت مع اللحم ونخلطوا حتى الخضره كتشم ديك الرائحه ديال اللحم ولا ديال الحوت ما كتبقاش مزيانه. واهم حاجه باش نعتنيو بالصحه ديالنا في الصيف والوقت الحراره ناكلوا سلطات بارده ولا ساخنه. وحتى الا كنا بنخرجوا نديو حسن البارده ما نديوش الساخنه. نديروها في العلب ونهتموا وناكلوا المشاوي خاصه على الفحم. الفحم صراحه طريقه تقليديه صحيه ممتازه وما يكونش، لان حتى الا كان فيها دهنيات كتحيد منا احسن من القلي. يعني الا بغينا صحتنا نهتموا بها وتكون عندنا صحه جيده نتبعوا هاد النصائح ونبتعدوا على السموم البيضاء اللي هي الملح والسكر. اهم حاجه غير نقلوا منها. كتعرفوا كيتسمى السم الابيض اللي هو الملح والسكر، غير نقلوا منه. ما نقويوش واللي قدرنا نتفاداوه يكون احسن. ونركزوا على شرب الماء، لان عرفتوا السوائل الجسم كيجف مع الحراره ومع الصيف. نركزوا على شرب الماء بكثره. وما نساوش واحد النقطة مهمة اللي هي مأكولات ديال الشوارع، نردوا بالنا ونعرفوا واش كناكلوا ونختاروا المكان اللي غناكلوا فيه، لأن الصحة الغذائية هي مرتبطة واحد ارتباط كبير بالسلامة الغذائية. ويعني هاد النصائح راها مهمة للوقاية من التسممات. نتمنى لكم الصحة والعافية.